ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ودايما بأفضل حال. اتكلمنا قبل كده عن علاقة البنت بحماتها، وان البنت بتشتكي ان حماتها بتتدخل في حياتها، وان البنت بتشتكي ان الولد او الراجل اللي هي اتجوزته ده طلع ابن امه، وان مخلي مامته تتدخل في كل حاجة، وان هي شايفة ان حماتي هي اللي ماشية بيتي، وانا من حقي ان انا امشي بيتي بنفسي، وانا من حقي ان محدش يتدخل في حياتي. وساعتها قلنا لها بس عقلي كده وطولي بالك، وما ينفعش، ومهما كان دي حماتك وليها احترامها، كبري دماغك شوية واكسبيها، وكل الكلام الجميل ده. وجاء يوم الفيديو المنتظر. دلوقتي بقى دورك انت يا ست حلويات. ايوه تعالي لي انت بقى كده يا حماتها، عشان الكلام ليك انت النهارده. انت بتتدخلي في حياة ابنك ومراته ليه؟ انا جايلك اهو بكل هدوء، هناخد وندي مع بعض. بتتدخلي في حياة ابنك ومراته ليه؟ انا والله ما سكتلهاش، يعني انا قلت لها اكسبيها، وان هي والدتك، وان هي برضو ليها حق عليه، وان ابنها، وكل الكلام الجميل ده. بس الكلام في سرك، مش المفروض ان انت تتدخلي في حياتها برضو. انا عارفة ان صعب ان انت تحسي ان بين يوم وليلة حد خد ابني مني ومشي، حد خد الراجل اللي انا بنيته من هو لسه بيبي صغير، انا اللي كبرته، وانا اللي ربيت، انا اللي تعبت، انا اللي تعبت في جري وراه، في تعليم، في حياة، في كل حاجة. انا اللي عشان اقدمه ليها كراجل جاهز انه يتجوز، حتى في جوازته تعبت ان انا بجهز، انا تعبت في كل حاجة. فما ينفعش بين يوم وليلة احس ان حد خده مني وانا بقيت مش موجودة. مقدراكي، والله مقدراكي، ومقدرة تعبك، ومقدرة كلامك، بس الكلام ده لو بنتك في نفس الموقف، هتقبلي ان حماتها تتدخل في حياتها على الفاضي والمليان؟ مش هتقبلي. هتبقي حاسة ان انا بنتي من حقها ان هي تكون ليها خصوصيتها، زي ما انتي كان عندك بيت وليكي خصوصيتك، ما كنتيش حابة ان حد يتدخل في حياتك. هتقولي انا ما بتدخلش في حاجات كتير، واللي انتي ست كويسة، بس للأسف في حموات مش كويسة، ودول اللي انا جاية اكلمهم النهاردة. حضرتك يا ست الكل ما بتتقيش ربنا في مرات ابنك ليه؟ ليه مش بتعامليها زي ما بتحب ان بنتك تتعامل؟ ليه ما عاملهاش بالمعروف؟ ما عاملهاش بما يرضي الله؟ ليه الارضاء على ولادي مرضهاش على بنات الناس؟ انت لو تعاملتي معاها من منظور حتى ان انا هكسب فيها ثواب، هتعملي حاجات مختلفة تماما عن كل اللي انت بتعمليه دلوقتي. بصي يا ست الكل، انت بتبقي عندك حتة كده اللي هو انا من حقي اقول لابني اعمل كذا وما تعملش كذا، وانا حماتها ومن حقي ان انا امشي كلمتي عليها. بس انا اسفة ان انا اقولك انت غلط، انت مش من حقك تعملي ده، مش من حقك ان انت تتدخلي في حياة ولا ابنك ولا بنتك. هما دلوقتي ليهم بيت، ليهم حياة، انا ما ينفعش افرض نفسي على حياتهم، ما ينفعش اتدخل طالما هما ما سمحوليش بده، طالما هما ما استدعونيش ان انا اتدخل، يبقى بالتالي ما ينفعش اتدخل، ما ينفعش. بصي يا ست الكل، قبل اي شيء، البنت اللي انتي خدتيها من بيت اهلها ده، راعي فيها ربنا، اكسبي فيها ثواب. اعرفي ان انتي لما تكبري وتتعبي شوية، لو انتي كويسة معاها، دي اول واحدة هتبقى تحت رجلك، اول واحدة هتخدمك. لكن انتي لو مش كويسة معاها، اول حاجة تقولك طب انا اخدمها ليه؟ هي عمرها ما كانت كويسة معايا عشان ابقى انا كويسة معاها. قدمي المعروف، اعملي لله. لكن انا ابقى داخلة في حياة مرات ابني وناوية الشر بدون هدف، ايه وجه الاستفادة؟ انا ليه ابقى وحشة؟ ليه؟ يعني ايه الفايدة اللي هتبقى عايدة عليا لما ابقى وحشة مع مرات ابني؟ هبقى مكروهة،
هخسر ابني، هخسر بيت ابني، هخسر ولاد ابني، لان ولاد ابني دول هيكبروا وهيزعلوا عشان امهم. بتعملي بلبلة وبتعملي زعل وبتعملي قلق وبتشحني النفوس كلها من بعضها، وانتي قاعدة مكانك حاطة ايدك على خدك زي الغلبانة. بس انتي مش غلبانة، حضرتك عاملة مشاكل لا يعلم بيها الا المولى عز وجل، في حين ان انتي ممكن بالكلمة الطيبة تكسبي كل الاطراف. ده انا لو لقيت ابني ومراته ماسكين في بعض هاجي على ابني عشان خاطر مراته. ليه؟ مش كرها في ابني، بالعكس ده حبا فيه. ابني هيقبل لي وهيسمع مني، مش هيشيل مني. لكن انا لو جيت على مراته، طب ما مراته هتزعل مني، يبقى انا استفدت ايه؟ ومش بقولك ان انت جريئة في الغلط، بس بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، صدقيني بالكلمة الطيبة هتكسبيها، وهتكسبي حاجات كتير قوي. هتكسبي بنت دخلت عليك وهي مش بنتك، هتكسبي بيت اتفتح لك، هتكسبي احفاد بيحبوكي. ما هم عمرهم ما هيحبوا تيتا اللي بتكره ماما وبتتمنى لها الشر. الطفل الصغير النهارده بكره هيكبر وهيفتكر لك الاذيه، وهيفتكر لك اللي انت عملتيه في امهم. فالعيل النهارده اللي جاي لك ومش فاهم بكره هيفهم، ووقت لما هيفهم هتحتاجيه مش هتلاقيه. ساعتها للاسف عشان نواياكي مش افضل حاجه هتقولي مرات ابني هي اللي وحشه وهي اللي منعه ولاده عني. بس هيبقى للاسف حضرتك اللي منعتي ولاد ابنك عنك بافعالك الوحشه مع امهم. مشكلتك فين في المعروف؟ مشكلتك فين في الكلمه الطيبه؟ مشكلتك فين في المعامله الطيبه؟ مشكلتك فين ان انت تحترمي خصوصيه ابنك ومراته؟ ايه وجه، اسفه في التعبير، التطفل ان حضرتك كأم عايزة تتدخلي فيما لا يعنيكي؟ لا، زي ما انا كان عندي بيت وما كنتش حابة ان حد يتدخل فيه، وزي ما بنتي عندها بيت ما هيش حابة ان حد يتدخل فيه، فمرات ابني برضو ملهاش ان حد يتدخل في بيتها. هي تدير بيتها كيفما تشاء. هي حابة تاخد رأي حضرتك في حاجة، تمام، قوليلها رأيك واعتبريها بنتك وما تجيش عليها. لكن ما ينفعش ان انت تدخلي بيتها وتطلعي تتكلمي عليها. ما ينفعش ان انت تدخلي وتطلعي تقولي ده شقتها مش نظيفة، ده عيالها مش نضاف، ده بتعمل ده بتسوي. انت ضامنة حياتها فيها ايه؟ ضامنة هي تعبانة ولا لا؟ ضامنة هي بتعمل ايه مع اولادها؟ احنا بنبقى مروقين شوقنا دلوقتي، بعد 10 دقايق بيبقوا عيالنا خلوا شقتنا دي كأن كان فيها انتفاضة. الدنيا كلها بتبقى فوق لتحت. وبعدين في مثل بيقول ايه؟ في مثل بيقول عدوك يتمنى لك الغلط، حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. حتى المثل نسيته. فحضرتك ليه بتتعاملي معاها ان هي عدوك؟ فكرتي تتعاملي معاها ان هي حبيبتك؟ صدقيني الموازين هتختلف تماما، المعايير هتختلف تماما. هتلاقي كل حاجة بقت ابسط، هتلاقي كل حاجة بقت اسهل، هتلاقي ابنك مرتاح في بيته، هتلاقي انت علاقتك بابنك كويسة، هتلاقي علاقتك بمرات ابنك كويسة، هتلاقي كل الامور بقت طيبة. عرفتي الكلمة الطيبة اللي انت مستخسرة تقوليها عاملة ايه؟ قولي الكلمة الطيبة، حاولي قولي الكلمة الطيبة. ابدأي بداية جديدة كده، قولي انا هبقى كويسة مع مرات ابني، هحافظ على بيت ابني، هحافظ على ولاد ابني، هراعي فيها ربنا، وهتعامل معاها زي ما هحب ان بنتي حماتها تعملها. صدقيني كل حاجة هتختلف. انا مش باجي عليكي، انا بكلمك بما يرضي الله. اتقي الله في مرات ابنك، هتتحاسبي عليها وهتتسألي عليها، واحنا بين ايد ربنا مش هنقدر على حسابه. فاعملي لاخرتك قبل اي حاجة. وطبعا انت عارفة دلوقتي حالا لازم تعملي ايه. لازم تعملي اللايك والشير والسبسكرايب، وهستناكي تتابعيني فيديوهات كتير عشان لو ما جيتيش هزعل منك قوي. باي باي.